هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير لكل متابعينا ومستمعينا، مستمعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفي بالاستوديو الدكتور جوان عبد الباقي موسى، أخصائي بأمراض العظام والمفاصل وجراحتها. نحن وأنتو رح نرحب بالدكتور جوان. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا، وأنا كتير سعيد بهالاستضافة. شكرا كتير لكم دكتور. متابعينا للي حابب ينضم لنا للبرنامج أو حدا عنده أي سؤال، فيكم تنضموا لنا عبر الرقم الأرضي 429 101. رقمنا الواتساب 093 82 80 81 4. عبر البث المباشر سواء كنتوا برات البلد، عبر الرسالة فيكم تكتبوا أي سؤال بيخطر على بالكم بخصوص الجراحة العظمية. رح نجاوب عليه بالقسم الأخير من اللقاء. رح يكون موضوعنا هو موضوع مهم كتير أيضا بجميع الاختصاصات. في كل شريحة معينة بتخص مرض معين، ولكن اليوم الحالة اللي رح نحكي عنها أو الكسور اللي رح نحكي عنها ونسلط الضوء عليه بشكل أكبر هو رح نحكي بشكل عام عن الكسور، ولكن الكسر اللي رح نحكي فيه بعد شوي رح نحكي عنه. دكتور، الكسور اصطلاحا، كسور العظام، شو بيعني فيه؟ طبعا إذا نظرنا للقطعة العظمية كمادة لها استمراريتها، فكل انقطاع في هذه الاستمرارية يسمى كسر. تمام. يعني الكسر هو انقطاع في استمرارية العظم، عظم ما. بمجرد انقطعت الاستمرارية تماما صار اسمه كسر. احيانا دكتور في حالات اثناء التشخيص كمان، يعني هاي سؤال فرعي كمان، العظم بيصاب بهرس احيانا، بيكون في امور تانية كمان، هذا بينحط تحت اسم الكسر طبعا. تمام. دكتور، انواع الكسور كيف بتكون؟ يعني بنسمع احيانا الاطباء يقولوا انه كسر متبدل، كسر كذا او كذا. يا ترى الكسور عندهم انواع؟ طبعا تصنيف الكسور، تصنف الكسور حسب في احد التصنيفات مثلا حسب درجة تبدل. مثلا كسر متبدل او غير متبدل، حسب درجة تفتت، كسر مفتت او غير مفتت، حسب قطع الكسر، كسر قطعتين، كسر 3 قطع، كسر 4 قطع، حسب المكان التشريحي، مثلا كسر داخل مفصلي، كسر خارج مفصلي، حسب مكان تشريحي ايضا، كسر جسم العظم او نهايات يعني القريبة من المفصلية. يعني تماما. في تصنيفات كتيرة ومتعددة. طبعا باعتبار جسم الانسان فيه كتير نسبة كبيرة من العظام، فاكيد راح يكون فيه له تصنيفات كتيرة. دكتور، لو نجي الاعراض اللي المصاحبة للكسر، الشخص اللي انصاب بكسر بجهة معينة، ما شو هي الاعراض اللي بتبين عليه؟ طبعا كمان في تصنيف، نرجع للسؤال اللي قبله ونفوت بالجديد. كمان تماما. بالنسبة للأعراض في ممكن نحكي عن كسور الرضية وكسور المرضية. مثلا الكسر من المعروف انه عم يحصل بعد تعرض للرض تماما. او قوة، يعني رض او سقوط، يعني بكل احوال رض. بس في بالمقابل كمان في كسور عم تحصل مو نتيجة تعرض للرض، انما كسر مرضي، مثلا وجود ورم او كيسة ضمن العظم ممكن تؤدي لكسر بهالمنطقة، يعني لأنه منطقة هشة راح دون رد فعل مثلا، أو دون فعل رد، فاعل. يعني دون رد. وبالتالي نجي للأعراض. هلا بشكل عام الكسر الرضي أو اللي هي فوق 90% من الكسور، يعني الأعراض هي أول شيء الألم. الألم يعني أي كسر راح يكون في عرض المصاحب عند المريض هو الألم. 2 التورم. التورم اللي هو عبارة عن حجم يزداد للمنطقة نتيجة حدوث نزف في بؤرة الكسر، أو نتيجة تبدل القطع العظمية عن بعضها، انزياحها عن بعضها،
وبالتالي يفوت بالعرض الثالث اللي هو تشوه، يعني تغير شكل المنطقة التشريحية. تماما، سواء الفخذ او الساق نعم، او هاي الساعد الأعراض المهمة. تماما. الدكتور، انتم كاطباء التدابير الاسعافيه الاوليه اللي عم تقدموها لمريض الكسر، بنسمع كثير احيانا مثلا المريض اسعفوا لمشفى، ما بيجروا العمليه فورا، بيصبروا عليه يوم او ساعات. يا ترى ليش هالسؤال هذا؟ انه التدابير الاسعافيه اللي عم تقدمون وبعدين الاجراء اللي عم تشتغلوا له. طبعا دائما وابدا ما فينا نطلع كطبيب نطلع بس على قطعة الكسر او مكان الكسر، لازم نسعف كل الجسم. تماما. يعني المريض المتعرض لكسر صار عنده كسر بالفخذ مثلا، اكيد هو نتيجة اما سقوط من شاهق من فوق بناء او نتيجة تعرض لحادث سير أليم وشديد، يعني رد قوي. فنحن اول شيء ننقذ حياة المريض، تحرير الطرق الهوائية، يعني معلومات عامة هاي ممكن غير حلقة نحكي عنها. تحرير الطرق الهوائية، نقل سوائل، فتح وريد، نقل سوائل، إنقاذ هاي. نعم. تثبيت العمود الفقري الرقبي، هاي كمان كتير مهمة. وبالنهاية بنجي على كسر الطرف. تمام. التثبيت هو أهم شيء، دائما التثبيت شلون ما كان، ولو بقطعة كرتون أو ورق مقوى، ولو بربط الطرفين السفليين مع بعض، أي شيء، بأي شكل من أشكال التثبيت. ليش؟ طبعا لأنه الكسر العظم بس ما ينكسر بيصير يعني حاد كتير مثل السكين، ممكن بيقطع أي عصب مجاور، ممكن بيقطع أي شريان مجاور كبير كان، ممكن يصير نزف حتى الاستنزاف والموت يعني. فدائما التثبيت هو الإجراء الأمثل في مكان الحادث وبعد الحادث كمان. تماما. والجبيرة وهالأمور هاي، الجبيرة هلا بالشارع وبالأماكن العامة ما أعتقد ما راح يكون متواجد يعني. في دول متقدمة في سيارات إسعاف بالشوارع وكذا، بيجوا بالوقت المناسب، يعني بلحظة بعد حدوث الرد أو الكسر بلحظات مثلا، في عندهم جبائر جاهزة بيحطوها، بس بوقت الموجود عنا ممكن تثبيت الكسر بأي طريقة كانت. تماما. دكتور، الوسائل التشخيصية عندكم كأطباء جراحة عظمية، يعني كيفية تشخيص الكسر، نوع الكسر وجهة الكسر، أو كيف بتشخصوا؟ يعني عندكم شو الإجراءات اللي عم تفحصوا، سواء بالفحص السريري أو إجراء شعاعي، شو هي؟ طبعا دائما وأبدا في أي مجال ما كان بأي شق من الطب، ومهما تطور الطب لا بديل عن الفحص السريري. نعم. أول شيء الفحص السريري، فحص في فرقعة، في عدم ثباتية بالطرف أو بالساق أو بالفخذ أو بالساعد، تغير شكلي حسب الأعراض اللي حكينا عنها. بعد الفحص السريري بنلجأ للوسائل التشخيصية الثانية مثل الأشعة مثلا، ونحن أكثر شيء نعتمد على الصورة الشعاعية البسيطة والطبقي محوري في تشخيص الكسور. هلا نحن نعتمد على الصورة الشعاعية البسيطة اللي هي ممكن إجراءها بسرعة جدا، خلال 5 دقائق تكون الصورة جاهزة وبيتشخص الكسر. بعدها ننتقل لمرحلة العلاج الإسعافي، بعد العلاج الإسعافي العلاج الدائمي أو النهائي يعني للكسر. هون خطر على بالي سؤال، واللي كان من شوي حكينا عنه. بتلاقي مريض أسعفه لنقطة طبية، مشفى معين، صار معه كسر، تشخص المرض، الطبيب بيصبر عليه. طبعا هاي مشان المستمعين يستفيدوا، هل هالسؤال هذا يعني يجاب عليه مشان حتى المستمعين يستفيدوا، انه مريض اسعفوا على المشفى وصبر عليه الدكتور يوم لا يشتغل المريض ثاني يوم. طبعا هذا السؤال المستمع رح يسأل حاله، ليش ما اشتغل الدكتور فورا مثلا؟ ليش ما تدخل فورا العلاج مثلا؟ وصلنا لمرحلة العلاج دكتور، كيف بتعالجوا على مراحل يعني، وليش؟ هلا طبعا الكسر يكون نتيجة حادث سير بشكل شائع، أو سقوط من شاهق من مكان عالي، يعني بشكل عام، أو نتيجة تعرض لرد قوي. فمثل ما قلت لك نحن ما بنعالج الكسر لحاله، بنعالج كل الجسم. أمور ثانية. الحادث سير يعني نحن بشكل روتيني بالمشفى عم نسوي لهم إيكو بطن مثل ما بتعرف، وصور مرافقة وتحاليل حتى. نعم. فخلال 24 ساعة هي مراقبة. قلنا قبل شوي أنه حياة الإنسان أهم من حياة الطرف. تماما. يعني الحفاظ على القلب والتنفس والدماغ أهم من الحفاظ على الإيد بين قوسين أو الإجر يعني بين قوسين. فنخلي المريض مراقبة 24 ساعة، وبيشرف عليه طبيب جراحة عامة
ممكن يكون في نزف مثلا بالبطن وارد. بشكل متأخر بيتطور. في أنواع كثيرة، مو موضوع الحلقة. ممكن يكون في يتطور نزف دماغي مثلا، ممكن يكون في كسر بالحالة العجالية البدائية ما انكشف معنا بالفقرات الرقبية، ممكن بعد كم ساعة وبهدوء بالفحص هذا يتبين. أكيد. فدائما بهيك حالات الانتظار 24 ساعة يعني إجراء ذهبي وممتاز. تماما. إذا يعني هو لمصلحة المريض يعني. بالضبط. تماما. يعني هاي النقطة اللي كنا حابين هيك ضمن البرنامج لحتى المستمع يستفيد، انه ترى الطبيب مو انه اهمل المريض، ولكن هو لانقاذ الحياة. ربما مثل ما ذكرت انه يكون في نزف داخلي او نزيف دماغي او امور ثانية يعني ما راح تبين بالساعات الاولى من الحادث او الحالة اللي طيب دكتور، العلاج عندكم ايمت بيكون دوائي، ايمت بيكون جبيرة، وايمت بيكون تداخل جراحي؟ هلا باعتبار صار في كسر، فالعلاج يكون نوعين، يا اما علاج محافظ بالجبائر والجبصين، او علاج جراحي. تمام. يعني علاجنا اثنين، يا محافظ اللي هو غير جراحي او جراحي. مثل شو دكتور المحافظ؟ هلا مثلا علاج محافظ كسر غير متبدل. طبعا يبقى هون الموضوع السيد الموقف يعني خبرة وحكمة الطبيب الجراح يعني بصراحة. لأنه الجراحة العظمية من العلوم اللي دائما تتطور، لأنه هي مرتبطة مع سرعة تأهيل المريض، خاصة بزمن السرعة هذا. تماما. يعني مثل موضوع نفس موضوع بالضبط في الجراحة النسائية بسبب موضوع الولادات الطبيعية والقيصرية. بالضبط. هلا صار الحالات القيصرية طاغية أكثر. فعندنا مجال الجراحة العظمية نفس الشيء، المريض بده يتأهل بسرعة، بده يوقف على رجلينه بسرعة، فهالإجراء بده جراحة يعني. خاصة طورت مواد الاستجدار كالسفافيد ومفاصل اصطناعية وصفائح اللي بتخلي المريض يتأهل تماما أسرع. مع أنه دائما العلاج المحافظ يبقى أأمن مم. للمريض وحياة المريض. مثل كسر الحوض دكتور، كثير غالبا الأحيان أنه الطبيب يلجأ أنه المريض علاج محافظ. في كسور تانية مثلا ربما العظام الثنائية مثل كسر الزنبوب أو كذا كذا، لو تحكي لنا عن هالموضوع هذا كمان شوي. هلا مثل ما قلت لك أهم شيء الخبرة والحكمة. ثاني شيء في اصطبابات جراحية للكسور. تمام. حسب العلم والكتب، يعني في كسور جراحية، في كسور غير. مثلا كسر مفتوح كان العظم طالع برا الجلد، العظم مكشوف للوسط الخارجي، اسمه كسر مفتوح، يتعالج جراحيا جباري. ابدا. تصير غسيل لبؤرة الكسر بالسيرومات وبالصادات، وبعدين حط جهاز تثبيت ان كان خارجي او داخلي حسب تصنيف الكسر، حسب تصنيف جاستيلو نسميه. هلا بالنسبه للكسور الغير مفتوحه، مثلا اكثر شيء المحافظه، علاج محافظ عند الاطفال مثلا، فيك ترد الكسر وتحط له جبصين شهر شهر ونص يعني وبيمشي حاله. خاصه منطقه الساعد، العضد، الساق، الفخذ على الأغلب. يعني كان في كسور بعمر السنتين ثلاثة، يعني فيها كسور مثلا ماء الحلزوني يبقى على الشد لفترة، حطوا على التقالات شيء 14 يوم أسبوعين بالضبط، وبعدين حطوا له جبصين سبايكا من السرة لرؤوس الأصابع. في هيك حالات. في حالات كسور شعرية مثلا تتعالج بالجبصين، مو ضروري كل كسر يعني يتجبصن. هلا بالنسبة للكسور العظام الطويلة بالوقت الحالي، مثلا الساق والفخذ عند الكبار البالغين، مثل ما قلت لك موضوع سرعة التأهيل، هون فينا نربط الحالة الفيزيولوجية والنشاط المريض ما قبل الكسر وعمره مع نوع الكسر، وبصير في اتفاق يعني، حتى قرار بينتاخذ بالاشتراك مع المريض، حتى بنركب له مثلا كسر ساق بدل ما يضب 6 شهور بالفرشة، فيه باسبوعين ثلاثة يوقف على اجرينه يعني. يتركب له سفود مثلا او صفيحة مثلا حسب نوع الكسر، ويتحول لعلاج جراحي يعني. دكتور، بجميع الجراحات بتكون في مضاعفات، يعني اي نتيجة ربما الطبيب يعمل اللي عليه، ولكن بتضل نسبة النجاح او خلينا نسميها انه المتابعة احيانا بكون في مرضى من نتيجة الجراحة العصبية او الجراحة العامة بتصير في انتانات، في تنكس او كذا، عدم اندمال. تمام، عدم اندمال، حتى هالموضوع هذا، او عدم قبول الجسم لجسم اجنبي مثلا احيانا بالتطعيمات. مضاعفات الكسر عندكم باختصاص العظمية؟ هلا
بلغة عامية فينا نحكي عن شغلتين. أول شيء الطبيب كمهنة الطب وكجراحة خاصة ممكن طبيب يخطأ، يعني ممكن يرتكب خطأ بالعلاج، يعني مو شرط يكون مقصود، وأكيد ما راح يكون مقصود طبعا. بس ممكن يخطأ الطبيب. بس كمان في شغلات تصير ممكن تصير مع أي كسر أو مع أي مريض. مثلا الإنتان، حتى لو غسلت الكسر، حتى لو عقمت كويس، ممكن يصير إنتان أو التهاب. الموضوع الثاني هو عدم الاندمال. أي كسر ممكن ما يلحم، ما يندمل. هذا أي عائد كسر لجسم الإنسان ربما لطبيعته. لجسم الإنسان، لنوع الكسر، لدرجة تعري السمحاق، لأمور كثيرة تماما. يعني. فممكن أي كسر ما يلحم، ما يندمل، وبالتالي راح يحتاج فيما بعد لعملية تطعيم بإعادة تثبيت بصفائح والمعادن أو ما يسمى بإعادة الاستجداد مع إجراء تطعيم ذاتي أو غيري، يعني صناعي. ممكن يحتاج لوضع طعم يعني. تماما. ففي امور تصير خارج عن ارادتنا، يعني مثل عدم الاندمال، مثل الانتان، وهي مواضيع مو سهله بصراحه يعني. أكيد بتؤدي لنتائج يعني مزعجة ربما طبعا تكون. جراحه الكسور دائما فيها مشاكل كثيره. أها. الالتهاب وعدم الاندمال اكبر مشكلتين، مهم. و... والتعامل معهم مو سهل، ولازم المريض يكون متفاهم، ولازم الدكتور بكل صراحه يشرح لمريضه انه وضعك كذا كذا كذا. تماما. نعم. فقرتنا الأخيرة أو سؤالنا الأخير، حاب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا هلا 429 101 هو رقمنا الأرضي للي حدا عنده أي سؤال بيخص الجراحة العظمية. دكتور جوان عبد الباقي موسى، اختصاصي بأمراض المفاصل والعظام وجراحتها، موجود بالاستوديو. وصلنا للفقرة الأخيرة أو السؤال الأخير. دكتور، دائما بأي جراحات أو أي عملية تكون فيه توصيات من الطبيب انه لحتى يكمل يعني او تتم العمليه بنجاح. إنه احيانا النسبه الكبيره هي تكون اهتمام المريض او المتابعه الجيده بتعطي نتائج كويسه. شو الارشادات الدائمه اللي انتم بتنصحوها لمرضاكم؟ هلا في تعليمات لكل عمل جراحي، المريض لازم يلتزم بهالتعليمات. مثلا بشكل بسيط، بكل بساطة، إذا مريض صار بعد الجراحة وبأي جراحة كانت، حتى مو بالعظام بس، حرارة أو حمى، لازم يخبر الطبيب ويكون بلش إنتان. بالبداية فينا نسيطر عليه، ممكن بعلبة أوجمانتين يعني. إذا تأخر ممكن تصير مشكلة كبيرة يعني. الالتزام بعدم حمل الوزن، يعني الطبيب حكى لمريضه انه لازم خلال ضل شهر مثلا ما تمشي. لازم يلتزم المريض طبعا. يعني. اذا صار يمشي او يحمل الوزن قبل هالفترة اللي سمح له اياها الدكتور، بيكون سبب مشكلة كبيرة يعني. طبعا اكيد. دكتور، قبل ما ننهي هلا الموضوع اللي حابين هيك شوي نحكي عنه، بالعامية عم نحكي عنه انه كسر الموت، او اللي هو علميا ربما بضمن اختصاصكم هو كسر او نخر رأس الفخذ اللي بنسميه. لو تحكي لنا عنه شو اسبابه وشو هالكسر هذا اللي بيخوف، يعني بأي عمر من الأعمار بيصير هالكسر هذا؟ طبعا كسر الموت هالمصطلح التغى، هلا ما عاد في بالكتب الادب الطبي لانه صار له حل. وانما كسر الموت هو كسر عنق الفخذ لدى الكبار، نعم. لدى المسنين. بالعامية كان ينحكى قبل سابقا. كسر عنق فخذ لدى المسنين، كسر داخل المحفظة. الكسر داخل المحفظة معروف انه ما راح يلحم، الرأس الفخذ ما راح يلحم مع العنق، بيبقى المريض بالفرشة لبين ما يتوفى. تماما. فكان اسمه كسر الموت، انه كسر للممات هو. هلا حاليا ما عاد استخدم هذا المصطلح لانه صار له حل. تماما. مفصل، تركيب مفصل. صار كسر رأس الفخذ، فيما بعد يتنخر الرأس. ففينا هلا خلال اول 24 ساعة وبشكل مباشر نغير او نبدل المفصل، نركب رأس اصطناعي، وثاني يوم المريض يصير يمشي يعني. دكتور، تسمى كسر الموت نسبة إلى العمر كان، ولا أنه هو كان يكون المريض شاب ربما يصير نتيجة حادث معين؟ فهل هو مرتبط بموضوع العمر أيضا؟
طبعا هو كسر الموت لدى المسنين أكيد، واحد لدى المسن الكبير بالعمر. ثاني شيء كان لأنه الكسر ما راح يندمل أو ما راح يلحم، راح يبقى بالفرش للموت، يعني اسمه كسر الموت. وتدهور الحالة الصحية بشكل دراماتيكي، وكان خلال الأشهر المريض يموت يعني. تماما. بنهاية اللقاء بشكر كتير الدكتور جوان عبد الباقي موسى، اختصاصي بأمراض المفاصل والعظام وجراحتها، على هالمعلومات القيمة. ألف شكر لك دكتور. شكرا لكم كتير. مستمعينا كانوا زملائي بالكنترول والبث المباشر هيلوز ولورين. للأسبوع القادم حلقة جديدة وضيف جديد، تضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.